السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب العالمين. معانا النهاردة وصفة لطيفة قوي، وصفة حلوة، الاندومي البلدي بطريقة مامتي، او المخروطة، يعني المخروطة القدوسية. هي نوع من انواع المعجنات كده، بتتعمل بطريقة حلوة قوي، بيبقى طعمها حلو قوي قوي. هنجيب دلوقتي دقيق، ماما جابت دقيق الكمية اللي انتوا عايزينها، ونحط عليها مية طبعا منخول كويس ومحطوط عليه شوية ملح. تمام. وبنحط دلوقتي مية بس، يعني ايه اللي هو نعجن يعني. بس بطريقة اللي هو مش مرة واحدة، يعني حبة حبة زي ما احنا شايفين كده. ماما بتحط حبة حبة علشان تلم العجينة لقوام معين كده، هو قوام يبقى فيه عرق، وكمان يكون طري ومالس. يعني احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. احنا بنضيف المية بس بالتدريج، مش على طول، مش مرة واحدة. تمام. زي ما احنا شايفين كده بجد بتبقى حلوة قوي قوي، وطعمها بيبقى جميل قوي. نعملها باللبن، نعملها بسمنة كده، الصعايدة بيحبوها قوي. بسمنة وجبنة قديمة، بتبقى طعمها حلو قوي قوي يعني. بصوا كده ماما عجنت كويس زي ما احنا شايفين. بصوا العجينة بقت ما شاء الله جميلة ازاي، اهو زي ما احنا شايفين كده. تتعجن كويس، تتخدم في العجن بتاعها علشان اللقمة نفسها تبقى طعمها حلو وتطلع مظبوطة معانا. تمام. بصوا كده اهي زي ما احنا شايفين. بصوا فيها عرق كمان وطرية وملسة جدا، بتلزق حاجات بسيطة قوي قوي. يعني ما ينفعش ان احنا تبقى ناشفة قوي قوي قوي، بحيث ان هي تبقى اللقمة بتاعتها هتبقى ناشفة اصلا كمان. تمام. عشان نطلع برضو ال الشعرية نفسها في الاخر مظبوطة. نسيب العجينة تريح. بعد ما ريحت هنقطعها بقى ونقرصها على شوية دقيق في اي حاجة، او على ترابيزة، او على اي حاجة كده، صينية كبيرة. وبعد كده بقى ناخد من اول واحدة ابتدينا بيها. عندنا هنا ماما بتفردها كويس، ونحط عليها دقيق علشان لما تخش المكنه بتاعه المخروطه تبقى ماشيه معانا في المكنه، ما تلزقش. تمام كده زي المكرونه، يعني مكنه المكرونه يعني. اهو بنفردها كويس. ماما بتحاول ان هي تفردها علشان يعني القوام بتاع الشعريه نفسها يطلع مظبوط معانا. تمام. اهو زي ما احنا شايفين كده، وبنقطعها بالطول. وبعد كده هنحطها في المخروطة، المكنة بتاعت المخروطة اللي قدامنا دي. تمام. بصوا هنعمل واحدة تاني مع بعض، بحيث ان احنا ناخد بالنا هي اتعملت ازاي. بصوا اصلا بتطلع ازاي. دي بتاعت المكرونة كمان، يعني بتعمل مكرونة طبعا وكده. الفوتوشيني برضو في اللي وراها، وممكن من اللي ورا بقى سمبوسك وحاجات كده تانية كتير. بصوا اهو بنعمل تاني. تتفرد كده زي ما احنا شايفين، وتتقطع بسكينة كده بالطول يعني، عشان نعرف نمشي. عايزين تقطعه رفيع عريض شوية على يعني قد المكنة، مفيش مشكلة. بعد كده بناخدها، بصوا بنحطها في الحتة دي اللي احنا شايفينها دي. هو ده المكان بتاع القدوسية المخروطة اللي احنا هنطلعها رفيعة. المكان التاني ده اللي هو وراها بتاع المخروطة العريضة شوية، اللي هي الفوتوشيني، المكرونة الفوتوشيني. تمام. اهو بصوا هي بصراحة بتاخد غلبة، الله يعين الناس طبعا اللي بيشتغلوا فيها بره. بس ربنا يعينهم يا رب كلهم جميعا يا رب. ماما بتحب تعملها في البيت. احنا دلوقتي حطيناها بقى في الحلة. بنسويها حلة كده بتبقى بمصفى، بنحطها في شاش ونحطها ونغطي عليها، او نحطها في الحلة منها للحلة بس. تمام. نحطها كده بعكس عكاس يعني، واحنا بنحط المكرونة نفسها اللي قدامنا دي. وبس كده. بصوا بقى بعد كده طلعت عامله ازاي. على حسب ملهاش طيب معين، على حسب ما انتوا هتطلع معاكوا وتشوفوها يعني عامله ازاي. تمام كده استوت خلاص العجينه، ما بقتش بيضه يعني. بصوا عامله ازاي. بصوا ماما بتفكها، يعني بتبقى فيها مكلكعه كده، فبتتفك عادي، بتبقى شعريه يعني، بتبقى زي ما احنا شايفينها مفرغده كده. بس كده وبألف هنا. ووصفة قديمة ولطيفة وظريفة، ماما بتحب تعملها من وقت للتاني. احنا بنحبها من ايدها بصراحة. اتمنى تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.